الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول من رب العالمين. يا رب إنا نسألك نعمتك ومحبتك وجنتك، فأنت ترزق من تشاء بغير حساب. اغفر للآباء وللأمهات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا سميعا يا قريبا يا مجيب الدعوات. يقول مولانا لسيدنا داود كما ورد في الكتب السابقة: يا داود، إنه ليس عبد من عبادي يطيعني إلا أعطيته قبل أن يسألني، وأستجيب له قبل أن يدعوني. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى والضر مع السقم، امتاز أهل التقى بما فعلوا، فمن يجود للعاصين بالكرم. وأصلي وأسلم على حبيبي وحبيبكم محمد، هو صاحب الشامة والعلامة، المبين في يوم الهجير بالغمامة، الذي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، الذي سيشفع لنا غدا عند الله يوم القيامة. حذرنا فقال لنا ولكم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلوا عليه تسعدوا، ويجيء بالفرج الغد، فبرحمة من ربكم هل الحبيب محمد. صلى عليك الله يا خير خلق الله، يا سيدي يا محمد. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن التقوى وصية من الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيقول مولانا جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سادتي وأحبتي، ربنا جل جلاله خلق النفس البشرية وأودع فيها الخير والشر، والإنسان على استعداد إما أن يعيش دررا أو أن يعيش مع البعض، وهو على استعداد أن يرتفع صعودا أو أن ينزل هبوطا بقهر. فإن عملية التغيير لم تكن شعارا ولا نوابا، بل وإنما كانت عزما وإصرارا، ولم يكن التغيير لعبا ولا لهوا، بل وإنما هو نهوض وازدهار وانبهار. وبذلك ترى أن ذلك سنة الوجود. وهذه القضية إنما هي قضية الأحياء قبل الأموات، أن التغيير إنما يكون أمرا داخليا، إنما هو منوط بالإنسان نفسه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا
ولذلك ترى أن التغيير بعد ذلك يكون في صورة أخرى، ألا وهي بذرة طيبة لحياة جديدة ولأيام مورقة منيرة. فترى أن أصحاب الحديث رضوان الله عليهم عاشوا الإصرار والتأكيد، ولذلك ثلة لم يتجاوزوا 350 رجلا غسلوا الأرض من أرجاسها وأجناسها بصبارة، وعاشوا للأمة بعد ذلك بثبات وجدارة. سادتي وأحبتي، هذه هي المقدمة. تعالوا كي نعيش مرة أخرى مع رجل من رجالات الصدر الأول الذي عاش الهبوط والسقوط، وعاش الألم والضر والقنوط. أراد أن يتغير، فأرسل له المولى رسائل كي تحرك فيه المشاعر والظواهر. فعشنا مع سيدي مالك ابن دينار، بعد ذلك كان إماما لأهل البصرة بثبات، لأنه أراد أن يعيش التغيير من أوج مكانه ومن نيته وقصده أن هناك تغيير. فوقفنا سابقا مع رؤيا رآها كأنها رسالة من الله إليه، فعاش رؤيا عجيبة، وكانت الرؤيا بحد ذاتها غريبة. أن ثعبانا في أرض المحشر بعد أن نودي عليه من قبل الديان يجري وراءه جريا كأن الدم يجري في عيونه، وإذا به يركض يريد أن ينتهي من هذا الذي يريد أن يستأصله استئصالا. فوجد رجلا عجوزا استنقذه، طلب منه المدد والنجمة على هذا العدو، فأبى ذلك أن يفعل فيه ما يستطيع إنقاذه. قال بل سر إلى هذا الموضع. فلما صار وجد أمامه النار، قال أمن ثعبان إلى نار؟ فرجع بعد ذلك يا سيدي أنقذني، قال لا أقوى على إنقاذك. ثم بعد ذلك ركض فوجد جبلا صعد عليه كثير من الناس، أمامه أستار، فلما رفعت الأستار إذا بالأطفال ينادون يا فاطمة لقد جاء أبوك. فأخذت فاطمة أبوها من يده وجلست في حجره وحضنه كما كانت تجلس أيام الدنيا. وهنا نظرت إلى أبيها وكأنها رسالة له من ربه وربها. قالت له يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال يا ابنتي ما هذا الثعبان الذي يطاردني؟ قالت يا أبتي إن أعمال الدنيا ستكون أجساما يوم القيامة، هو عملك السيء يا أبتي قومت وسممت حتى أراد أن ينهشك ويأكلك. ومن هو هذا الرجل الضعيف؟ قال عملك الصالح جعلته ضعيفا وهزيلا لا يقوى على أن يدافع عنك، أحوج ما تكون إليه. وهنا تقول له البنت فلولا أني مت ولولا دعوة الأطفال لك بالحلوى يومها لصرت يا أبتي من أهل النار. وهنا يقوم من منامه فزعا قلقا فرحا فيغتسل
ويتوضأ ثم يذهب فيصلي مع سيد الحسن البصري يومها. والمفاجأة أن الحسن قرأ في صلاة الفجر قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما انتهت الصلاة جلس وجثى بين ركبتي الإمام: يا إمام، لقد رأيت كذا وكذا، من أنت؟ قال: أنا مالك، أنا شرطي الأسواق. وهنا بعد أن قص عليه الرؤيا بكى الحسن البصري فقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت إلى الصغيرات فأحسن الله تعالى إليك. وهنا يعزم مالك أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، أن يحول الظلمات إلى أنوار ساميات. إذا هناك نية تغيير، نية تعديل، نية إعمار وجدت في قلبه فوجدت لذلك على أرض الواقع أمرا. وهنا يعزم أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. هذه أولا. وماذا فعل؟ قام بحفظ القرآن من أوله إلى آخره حفظا. الثالثة: لا بد من مهتد، مهنة، صنعة أقتات بها، فجعل يتعلم الخط حتى تمكن من الخط، فكان يكتب المصحف الشريف بخط جميل ويبيعه للناس ويسترزق منه رزقا. إذا فعل الذي عليه. كان هناك تغيير، ونحن كذلك تأتينا ساعات تغيير، تأتينا ساعات تعديل، ولكننا لا نستثمرها، ولكننا لا نوظفها. فقد يكون واحد منا ملكا أو أميرا، فأين هي عملية التغيير والتبديل؟ فقد يكون الواحد منا تاجرا، فأين هي عملية التغيير والتبديل؟ فقد يكون الواحد منا طبيبا، فأين هي عملية التغيير والتبديل؟ لكل واحد منا ساعة، ولكل واحد منا يوما ودولة، فيرى الله تعالى منا، هل يرى منا تغييرا أو تبديلا، دينا أو آخرة أو نوالا. هكذا عاش مالك، فاستغل الفرصة فتاب إلى الله وحفظ القرآن كله، ثم بعد ذلك تمكن من الخط تمكنا، فكان يكتب المصحف الشريف بيده ويبيعه للناس كي يسترزق منه رزقا حسنا. وعقد النية على أن يهدي المسلمين هدية كل شهر، فيجعل حياتهم فرحة وسرورا. المشكلة جعلنا من بيوتنا ثكنة عسكرية، رفعنا منها الفرحة والسرور، ولكن مالك أراد أن يجعل حياة المسلمين فرحة وازدهارا، أن يقدم لهم في كل شهر هدية. فما هي الهدية التي قدمناها؟ فما هي الهدية التي أعطيناها؟ فما هو الأمر الذي فرحنا به قلوب المسلمين؟ وذات يوم يدخل عليه لص كي يسرق مالك في بيته، ومالك يومها وضع ماله في بنك الرحمن، واليوم وضعنا أموالنا في بنك السلطان، ولكن مالك وضع ماله في بنك الرحمن، وبنك الرحمن المال عنده لا يضيع أبدا. دخل الصص فلم يجد في بيت مالك سوى حصيرة، وسوى شربة ماء، وسوى كسيرات من الخبز، وبعض من أقداح اللبن. كل ما في الدنيا كان هناك عند مالك، كل ما في الدنيا غير هذه الأشياء.
فلما لم يجد اللص شيئا يأخذه، وهنا وجد مالك أن يعطي للص ماذا ترسى، قال له: والله لن تجد في بيتي من الدنيا شيئا، ولكن ألك شيء من أمور الآخرة؟ نحن المشكلة أضعنا الدين والدنيا والآخرة، نحن أضعنا الدين والدنيا والآخرة، فإن مالكا لا يملك الدنيا بل وإنما يجد وتجد عنده الآخرة. المشكلة أضعنا الدين وأضعنا الآخرة وأضعنا بعد ذلك الدنيا. فقال: أولك في أمر من أمور الآخرة؟ فقال اللص بفضول: وما عندك؟ قال: قم فتوضأ وصل لله ركعتين وسبح له تسبيحتين يكتب لك بها قصرا في الجنان والجنتين. إذا ذهبت دنياك لا تذهب آخرتك. اذهب وتوضأ وصل لله ركعتين وسبحه تسبيحتين يكتب لك بها قصرا في الجنان ولك بذلك جنتين. فيقوم الرجل فيتوضأ، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في جوف الليل، وفي ذلك يقول سيدي علي: واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من خمر مصفى وعسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير على الأغصان عاكفة تسبح الله جارا في معاليها. فمن يشتري الدار في الفردوس بركعة في ظلام الليل يحييها؟ من يشتري الدار؟ لقد اشتراها ذلك اللص، ذهبت دنياه فلم تذهب آخرته. فلما أذن المؤذن لصلاة الفجر أخذ مالك ذلك اللص كي يصلي معه الفجر في جماعة المسلمين. فلما دخل المسجد وجدوا مالكا يمسك بيد لص، فقالوا له: يا مالك، ما الذي جاء بهذا اللص عندنا؟ فقال مالك قولته يريد أن يغير كما غير الله حياته، أراد أن يسرقنا فسرقناه من الشيطان، أراد أن يسرقنا. كم من سارق عندنا اليوم لديننا ودنيانا وأخرانا، أراد أن يسرقنا فسرقناه من الشيطان. فلما نجعل بضاعة الشيطان عاريه وغديره، ولماذا نجعل بضاعة الرحمن هزيلة؟ يا سادة، نحن السبب. وذات يوم صلى بهم فجرا فقد حفظ القرآن ودرس عند ابن عباس والحسن البصري، وهنا يخرج بعد أن صلى بالمسلمين العشاء، وإنما هو سائر إلى البيت، وفي الطريق يجد شابا مخمورا شاربا للخمر يقول: الله الله. فقال مالك: لا يليق بهذا الاسم الشريف أن يخرج من بين شفتين مخمورتين نجستين. فجاء مالك بالماء وغسل فم الشاب والرجل، ثم بعد ذلك رفع يده إلى الله وقال: اللهم طهر قلبه. فلما ذهب مالك إلى بيته وأخذته إغفاة ونام من الليل، وإذا بالمنادي ينادي عليه من قبل الرحمن: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. يا مالك، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك، لأن هناك نية تغيير، نية تبديل، نية تعمير. فلما قام من منامه توضأ ثم توجه
كي يصلي بالمسلمين الفجر، فلما دخل المسجد وجد شابا في ناحية المسجد يبكي، وجد شابة يناجي، وجد شابة يذرف الدموع بين يدي ربه، فيقول يا رب أقبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها علي فأعزي نفسي. فلما قرب منه الإمام إذا به ذلك الشاب الذي كان بالأمس منطرحا، فيقول له مالك كيف حالك؟ فيقول له الشاب إن الذي هداني قد أخبرك في المنام بحالي، إن الذي هداني قد أخبرك في المنام بحالي. يا سادة ويا كرام، إن التغيير شعرة، بل هي نقطة تؤثر في الجملة، فإذا كانت هناك نية تغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم إنا نسألك يا مولانا، نسألك ولعلها ساعة الإجابة أن تجعل حاضرنا خيرا من ماضينا. نسألك يا مولانا التغيير والتعديل والتبديل، تحريك المشاعر والظواهر والأسرار، فلقد ذهبت دنيانا فلا تذهب آخرتنا سدى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.